هو احنا هنواجه بعض بالحقيقة، هنقول الحقيقة، ولا هنطرمخ ونكبر دماغنا ونقول كلام منتهي خلصان ملوش اي لازمة، لا بيفيد ولا بيودي ولا بيجيب ولا بيدي اي حاجة للمستقبل؟ هنقعد نتكلم في الفارغ ونقول كلام في الهوا، ونكلم الناس على ان الناس دي عبط متخلفين ما بيشوفوش، مش شايفين الماضي وشايفين المستقبل، لانهم ما شافوش كورة قبل كده؟ هنقعد نضحك على بعض ولا هنقول الحقيقة؟ ده اللي هنقوله النهاردة. هنقول الحقيقة، الحقيقة اللي كل الناس عارفينها ولكن محدش عاوز يقولها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع وائل الامام. منتخب مصر خرج من دور الاربعة او الدور اللي قبل النهائي قدام السنغال. الخروج بحد ذاته هو عادي جدا، ممكن اي منتخب يخرج، ممكن اي فريق يخسر، ممكن اي فريق ما يأديش، عادي بتحصل. كل الفرق اللي في العالم ما بتأديش او المنتخبات ما بتلعبش ساعات. بس هل ده الحقيقة؟ هل ده اللي ممكن ان انا اقول ان انا عملت او وصلت لحتة كانت صعبة جدا بالنسبة لي ان انا افكر فيها من قبل البطولة، وان انا اوصل قبل نهائي؟ وان انت لو قلت لي قبل البطولة ان انت لو وصلت قبل نهائي ايه رأيك؟ فهقول لك والله حلو جدا جدا بالنسبة للشكل اللي احنا شايفينه. بس هل ده اللي حصل بالفعل ان انت وصلت قبل نهائي وبس؟ هل نكتب كده في تاريخ هذه البطولة ان منتخب مصر وصل للقبل النهائي وبس زي ما اللي بيدونوا التاريخ يتكلموا؟ ولا هنتكلم عشان المستقبل؟ هنتكلم عشان الماضي الأليم القريب والحاضر والمستقبل المشوش الضايع؟ هنتكلم ازاي؟ خلينا نتكلم الاول كورة، لان مفيش حد عاوز يتكلم كورة. الكل بيتكلم في حاجة جديدة، قماشة بهتانة، قماشة تعبانة، هو ده اخرنا، هو ده. كل الكلام ده ظريف قوي، بس هي دي الحقيقة؟ هي المشكلة في القماشة؟ هل القماشة اللي موجودة عندنا لو معاها مدرب افضل من حسام حسن فنيا وتكتيكيا كان هيبقى شكلنا بالمنظر ده؟ كنا ممكن نطلع بالشكل ده؟ بما انك كده كده مهزوم وكده كده طالع، طب اطلع بشكل كويس يا اخي، اطلع بشكل محترم، اطلع بشكل يليق بيك. ده انت لما اتجرأت 5 دقايق 10 دقايق في الاخر كنت ممكن، والله كنت ممكن. انما حتى الجرأة ما جاتلكش. فكرة ان المنتخب كله يقعد يدافع بالشكل المهين ده، اللي ما عندوش اي افكار بالخروج بالكورة او تمريرة كده او تمريرة كده، يا جدع يا مؤمن. بتسوانا والسودان ارقامهم مع المنتخب السنغالي في نفس البطولة افضل منك. بتسوانا والسودان القماشه بتاعتهم افضل من القماشه بتاعت منتخب مصر. تفتكروا هي دي الحقيقه؟ هي دي الحقيقه اللي عاوز يمررها الاعلام اللي بيحاول دايما انه يوديك في حته غير الطبيعيه، غير الحقيقه، غير اللي الناس كلها شايفاه. الاعلام دايما بيوجهك في المكان اللي الكبار عاوزين يوجهوك فيه، محدش بيوجهك في الحقيقه. هو ده الاعلامنا. وهنشوف لما حسام حسن يخلص ويرجع ان شاء الله ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم، عشان تعرفوا ان كل ده بالامر المباشر. يا جماعة، احنا لا نلعب كرة القدم، احنا عندنا فريق اسمه منتخب مصر لكرة القدم ولكن لا يلعب كرة القدم. المدير الفني لمنتخب مصر لا يستطيع خلق طريقة واحدة صالحة للخروج بالكرة من خلال المدافعين أو خط الوسط أو الهجوم. كلها تشليت، كلها تشليت. ولو الحظ ما خدمكش بواحده زي ما خدم مرموش في بدايه الماتش كوت ديفوار وسجلت هدف بدري، فخليت الفرقه اللي قدامك تندفع بزياده وتطلع في نص ملعبك عشان تسيب مساحات ازيد فيتحرك فيها مرموش برضه بالصدفه بتمريره طويله لرامي ربيعه او تمريره فلانيه من هاني او توريله لولبيه من حمدي فتحي، ساعتها ممكن ان انت تعرف تسجل او ممكن تروح تشكل خطوره. انما غير كده ما عندكش. وده السؤال اللي كنا بنسأله لبعض امبارح، هو احنا لو دخل فينا هدف هيجرى ايه؟ هيحصل فينا ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل لو منتخب مصر دخل فيه هدف في البداية؟ الإجابة جات لك امبارح، جات لك لأن انت عجزت تماما بعد دخول هدف في مرماك ان انت ترجع للماتش، لأن كانت بشكل كبير الفريق التاني هيبدأ يرجع وانت ما عندكش اي حاجة تعملها، وما عندكش ومش محضر، حتى تحس السيناريو حتى مش متحضر انت ممكن تعمل ايه. عموما حسام حسن باقي وهيقعد، وخليكم فاكرين ولينا في كاس العالم عبرة جديدة للشعب المصري
ولمتابعي كرة القدم المصرية عشان يشوفوا منظر مؤسف جديد لشكل الكرة في مصر. هنقف عند الحقيقة بتاعت حسام حسن بس، ولا نتكلم من النهاية زي ما بدأنا كده ونرجع شوية قليلة؟ نرجع لدوري منتهي ما بيطلعلكش أي لعيبة كورة، دوري تحول لدوري شركات قاعدين يبرطعوا، قضوها دوري البيزنس والمصالح في كل مكان وفي كل أرجائه. هنقضيها في ان مفيش ملاعب كرة قدم بتساعد الشباب او بتساعد العيال الصغيرة ان تطلع، ولا الاكاديميات اللي ماشية بالبيزنس، واي حد عنده شاب عنده موهبة ده ما عندهوش الماني، الواد ده انتهى وموهبته راحت. مش دي الحقيقة اللي احنا شايفينها دلوقتي؟ ولا شايفين اي حاجة تانية؟ في حد شايف اي حاجة تانية غير الكلام ده وغير اللي بيحصل؟ انت حتى المستقبل بالنسبة لك غامض، المستقبل هو اللي يحزن اكتر من الحاضر. المستقبل واضح في قطاع الناشئين لكل الأندية، وواضح في قطاع منتخبات الشباب والأولمبية. مستقبل مش موجود يا جماعة. انت مش مطلع اي حاجة. يعني المغرب اللي صعدت ونيجيريا امبارح ماتش عالمي، المغرب صعدت على نيجيريا، عندها ذخيرة كبيرة، عندها عيال ناشئين واخدين كاس عالم وشباب وبتاع ومعرفش ايه. انت ما عندكش اي حاجة. انت يا اسطى في الضياع. انت يا اسطى بعد اعتزال محمد صلاح او اعتزال اللعيبه اللي هي عندك فيها الرمق شويه مع امام عاشور، اللي هم خلاص في جيل الوسط وجيل الكبر. انت المنتخب عندك معدي ال 30 في اغلب لعيبته، فكل دول خلاص رايحين. البديل انا منتظر هشوف البديل ده امتى. مش عارف. البديل غامقه قوي يا جماعه، غامقه قوي. انا ما اعرفش احنا هنعمل ايه بعد سنتين. شكل منتخبنا ده ممكن يبقى عامل ازاي؟ محمد صلاح بشكل كبير، بعض الناس كانت بتهاجمه امبارح هو وبعض اللعيبه. يا جماعه الناس دي، انا شايف ان محمد صلاح عمل احسن بطوله ليه مع المنتخب من حيث الروح. يا جماعه الناس دي كانت بتروح لها كوره من الخلف مع قرابه، كوره في السماء فوق اقعد ادور عليها او التحم فيها. مفيش كوره جات لك مريحه. روح كلم مع المدير الفني. انا شايف ان الروح هي اساس جدا جدا في البطولات، بس هو ده اخرنا الروح وبس. مفيش اي جمله تكتيكيه. الراجل امبارح حسام حسن بيعمل تصريح كارثي، تسريح انتوا سمعتوه نسمعه لكم تاني، تسريح عنجهي جدا، تسريح يوديك في داهيه. التصريح ده نقوله احنا كناس على السوشيال ميديا او ناس على اليوتيوب لما حد يقل ادبه علينا او يتكلم معانا بعنطزه او يشوف نفسه علينا، انما مدير فني لمنتخب مصر يتكلم بالطريقه دي؟ لا، صعبه. اتكلم على الاستاد كله كان عامل ازاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبه بتاعتي احنا كنا سعداء ان مصر كبيره، مصر قويه، مصر ام العرب وام افريقيا بالتاريخ. مفيش حد تاريخ زينا، بالبطولات مفيش حد ليه بطولات زينا، بالقوه على العالم كله مصر اقوى من اي حد. مصر الناس كلها بتغير منها. عشان كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات، في غيره منهم. اللي كانوا مالين الملعب دول، والماتش اللي فات وماتش بنين كان في ناس ليها نصيب، ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. فانا قلت لعيبتي انت عارف معنى كده ان ايه؟ انت بعبع افريقيا، انت بعبع افريقيا، انت احنا الاسود، احنا الفراعنه، اسود افريقيا واسود العرب في كل المجالات. فانا فخور ببلدي، فخور بال7 نجوم اللي هنا. احنا في 7 ستارز. حسام حسن تحول لشخص اللي احنا بنقول عليهم التصريحات بتاعت المهزومين، تصريحات اللي ما عندوش حاجة، تصريحات اللي عمال يعول على ما حققه غيره، تصريحات بتاعت المفلس اللي ما عندوش حاجة يقولها. تصريحات اللي قالها حسام حسن دي قلبت الناس كلها علينا من امبارح والنهارده. حتى اللي كان متعاطف معانا بدأ يغلط فينا، يقول لنا انتوا شايفين نفسكم كده ليه؟ انت ليه بتعمل على نفسك وبتفتح على نفسك ابواب انت مالكش فيها؟ ليه بتعمل عداءات مع ناس وانت ما بتعرفش تتكلم بتطلع تتكلم ليه؟ امنعوا حسام حسن من التصريحات يا جماعه. يا جماعه دي كارثه. ابراهيم حسن ليه فيديو امبارح بيزق لعيبه السنغال وبيزق ساديو ماني اللي رايح يبوس لعيبه المنتخب ويقول لهم هارد لك. المناظر دي يا جماعه ما تلقش لينا، ما تلقش بينا. عيب، عيب قوي. مش احنا اللي نعمل الحاجات دي. ولو حد عندنا ما بيعرفش يتكلم ولا بيعرفش يصرح ولا ما بيعرفش يقول، يتمنع، يتقال له انت ممنوع من الكلام في المؤتمرات الصحفيه بما انك ما بتعرفش.
حسام حسن على فكرة مش أول مرة يعمل كده، ولا هتبقى آخر مرة. حسام حسن في أي هزيمة بيطلع يخبط، من وقت ما كان بيدرب الزمالك، فاكرين؟ أول ما درب الزمالك وأول ما خلص كان بيتهزم من الأهلي، كان بيطلع يشتم الأهلي ويشتم جماهير الأهلي ويشتم معرفش مين ويشتم مين، ويخبط ده أنا الأول وكزمالك قادم ومعرفش مين ومين ومين، ويقعد يشاور لده ويعمل لده. حسام حسن على طول كده. لكن يا حسام حسن لما تيجي تمسك منتخب مصر لازم يبقى شكلك متغير، منظرك متغير، اسلوبك متغير، تطور من نفسك ومن شكلك ومن ادائك ومن كل حاجة بتعملها خارج الملعب. ما هو مش جوه بقى الملعب وخارج الملعب كمان. يعني مستحملين الهباب ومستحملين القرف اللي بنشوفه كورة، وكمان مش هنقدر نستحمل حاجة بره الملعب. الكلام اللي قاله حسام حسن ده يقوله واحد مشجع لواحد مشجع تاني بيغيظه، مش يقوله مدير فني برسمي لمنتخب مصر بيمثل العلم وبيمثل الناس في المؤتمرات الصحفية ويطلع يكلم العامة بالشكل اللي فيه عنجهية، وخلينا نقول عنجهية فارغة. عموما منتخب مصر خرج وهيلعب تالت ورابع، والتالت والرابع هيكون مع نيجيريا. نفس الماتش ده يتلغي او نيجيريا تلعب بالدكه والبدلاء، ما اعرفش هنبقى شكلنا عامل ازاي، وما بقتش فارقه معايا بصراحه، لان في واحد فعلا عنده حاله احباط كبيره جدا، لان بصراحه ما فيش فرحه زي فرحه المنتخب لما بيوصل للمنصات. كان نفسي ناخد البطوله دي، كان نفسي نوصل للاخر، بس بالحقيقه بس والحق يقال، وهمشي مع بعض الكلام ان ده اخرنا، بس اخرنا في المنظر الحالي، مش اخرنا على طول يا بهوات. بشكركم جدا، اذا عجبتك الحلقه لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل على خير في حلقه جديده باذن الله.